السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد. نتمنى تكونوا كامل بألف صحة وعافية. قبل ما نبدأ نصلوا على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كما راكم تشوفوا اليوم جبت لكم يعني الكانيلوني بالصلصة في الكوشة بيان سور مع لا سوب وسالاد، يعني عشاء خفيف. تقاسمت معكم يعني العشاء تاعنا مع هاد يعني لا طارت اللي درناها كوم ديسير في السهرة. جات بزاف بنينه خفيفه ومشربه مليح، يعني راني متاكده تجربوها، يعني راح تعتمدوها باذن الله. شوفوا يعني من الداخل كيفاش جات الشوكولا تاعها، يعني تجي كلي كريم ديسير، ما تكونش يعني حاكمه روحها وما تكونش يعني سايله كامل. بهذا القوام اللي راكم تشوفوا فيه فريمون يعني عجبت كامل العائله ديالي. دوك نروحوا لطريقه التحضير. هاد لاطارت هي الاولى. جبت هنايا 200 غرام تاع الشوكولا، قطعتها بهذه الطريقه، حطيتها يعني مع نصف كاس تاع تحبوا الحليب ولا كريم فريش. انا استعملت هنا كريم فريش للامانه. تقدروا ديروا الحليب وشنو تزيدوا شويه شوكولا، يعني ديروا 250 غرام. انا درت 100 غرام تاع الكريم فريش ولا نصف كاس مع 200 غرام تاع الشوكولا بالحليب. بالنسبه للبسكوي عندي زوج حبات بيض، يعني متوسطين في الحجم، ماشي كبار بزاف وماشي صغار. اذا حبيتوا ديروا يعني هذاك البيض الصغير ديروا 3 حبات. انا هنايا حجم متوسط، نص كاس تاع سكر ونص كاس تاع زيت. نخلط مليح البيض ديالي ونضيف له السكر كيما موالفين، يعني نديروا كاع لي جينواز ولا المسكوتشو ولا هاكم تشوفوا. يعني السكر راه شويه زايد على الكاس النص. نبدا نخلط يعني البيض ديالي بالباتور ولا بيديكم، يعني غير بالفوي هذاك تاع اليد، يعني سهله تمتم تتخلط. دوك نجيبوا الزيت، نص كاس تاع الزيت، نبداو نزيدو في الزيت غير بشويه، يعني كي المايونيز بهذه الطريقه. او ميم طون نخلطو. من بعد عندنا زوج مغارف تاع كاكاو، نغربلوهم توجور باسكو راكم تشوفوا فيهم هذوك لي تكتلات، هذوك لي غريمو، دونك لازم نفوتوهم في الصفايه. فوالا نخلطوهم بيان بالباتور ولا بالفوي حتى يعني يتخلطوا مليح. من بعد نجيبو كاس تاع فرينه. انا هنا كنت عمرته مليح، مي من بعد ما استعملتش كامل الكاس يعني معمر، خليت ملعقه هكذاك تقريبا كويير. نبداو نضيفو في الفرينه على مراحل، ونزيد نحط هنايا كاس تاع خميره كيماويه، يعني 10 غرام تاع خميره كيماويه ولا 8 غرام، تقدروا تستعملوا اقل، لكن جاتني سواسوا يعني. بون نبدا نخلط هكذايا يعني غير بالعقل من الفوق لتحت. دائما يعني كي نضيفوا الفرينه نخلطوا يعني كما يقولوا غير بالملعقه ولا بالسباتول، ما نخلطوش بالباتور باش ما يخرجلناش هذاك الجلوتين تاع الفرينه. فوالا دوكا نكمل هذيك الفرينه ونخلي يعني قيس اون كويير، ما نكملهاش كامل باسكو الكاس تاعي كان معمر مليح، يعني كان بومبي. نجيب مول هذاك تاع المول العجيب، ندهنه مليح يعني هنا نوري لكم شحال خليت فرينه كما راكم تشوفوا. هايليك هذه ما استعملتهاش. نجيب المول العجيب هذايا ندير له شويه زيت ولا زبده وندير له الفرينه ندهنه مليح، يعني كل الاطراف تاعو ونخلط. راكم تشوفوا القوام تاع يعني الخليط تاعي راه مليح كي المسكوتشو. دوك نخبط مليح هكذايا هذاك المول، ندخلو الكوشه 180 درجه، يكون ديجا الكوشه تاعنا تكون سخونه مليح، يعني تقريبا 15 دقيقه تكفي. هنا جبت نص كاس تاع حليب، درت لها زوج مغارف تاع تويسكو هذه ولا اي شوكولا عندكم، ونشرب بها يعني الجنواز ديالنا. تقدروا ديروا غير نسكافي، ما ديروش الشوكولا، تقدروا ديروا الحليب وحده. بعد ما ذوبت هذيك الشوكولا تاعي اللي شفتوها من قبيله، يعني في 200 غرام شوكولا 100 غرام كريم فريش ولا 100 غرام حليب، ذوبتهم. من بعد ضفت لهم هاد الكريم ديسير. هذه اختياريه، قادرين تستغناو عليها ما ديروهاش نورمال. انا نحب تكون القوام تاعها يعني هذاك الديسير يجيك اللي بهذا يعني الشكل، يكون يعني كلي كريم ديسير. دونك زدت لها هذيك لابوط تاع الكريم ديسير. دوك نحطها في الثلاجه. انا هنا كنت يعني خدمتها جهه الربعه هكذا تاع العشيه، خليتها حتى يعني مور العشاء وجبتها كي يعني كانت بارده هنايا بيان. ذوبت شويه شوكولا بيضاء وراني ندير في هذه الخطوط، يعني تزيين جد بسيط. نتوما تقدروا ديروا لها لافريز ولا ديروا لها اشكال اللي تحبوها. دوك نروحوا نديروا يعني طبق العشاء تاعنا. عندي هنايا حبه بصل كبيره، عندي سنينه تاع الثوم، نلحيهم في الروبو. من بعد نجيب شويه زيت
يعني هذا واحد 5-6 ملاعق حسب الكميه تاع الحشو تاعكم. هذاك زيد سخنته، حطيت هذا البصل اللي يتقلى، نبدا يعني هذا الكانيلوني نديرلو قبل الحشو نوجدو، باسكو هو الصح يعني الحشو تاعو هو يعني الاساسي. دونك هاليك البصل، جبت فيونداشي تقدروا ديروا بالدجاج، يعني صدر الدجاج ولا بالسكالوب دو داند. هنايا جبت حبه بصل كبير، حبه عفوا زروديه كبيره، وحبه كورجيت سكرفجتهم في ديك السكرفاجه رقيق. بعد ما تقلى اللحم، يعني نخلو شويه يتقلى اللحم ماشي تمتم، نضيفوا هذا الزروديه مع الكورجيت، نبداو نقلبوا فيهم ونخلطوهم حتى يتقلاو لنا. كذلك لازم يتقلاو باش ياخذوا يعني بونغو في الاكل تاعهم وما يبانوش تماما. يعني هاد الزروديه مع الكورجيت ما راهمش رايحين يبانوا يعني في الاكل تاعنا. هكذا يعني نخلطوا شويه يعني اكل تاع الخضر للاطفال. دوك هنا درت التوابل، هنا توجور التوابل حسب الرغبه. انا درت فلفل اسود، درت الملح، درت الكركم، ما كانش عندي سكنجبير، يعني نخرج وننسى باش نشري سكنجبير. هكذا يعني نخلطهم. تقدروا ديروا يعني التوابل اللي تحبوهم نتوما اللي راكم موالفين بهم. هنا رحيت الطوماطيش، يعني رحيتها تقريبا كما نقولوا حنا 3 حبات طوماطيش موين، رحيتهم في الروبو، اضفتهم بهذه الطريقه. تقدروا يعني توجدوا صوص طوماط وتضيفوا لها يعني كميه لهذا الخليط. من جهه واحده اخرى جبت الماء، خليته يغلي، درت له شويه ملح يعني باش نحط فيه الكانيلوني تاعي هذاك. دوك نروح نوجدوا يعني هاد لاصوص بلونش اللي هي يعني خليط. دائما راكم تتبعوا معايا وتشوفوا هاد الخليط بين البيشاميل والصوص فرomاج. هنا درت كويار صغيره تاع الزبده، كويار تاع فرينه، درت الكاس هذايا مخلط نص كاس كريم فريش، نص كاس حليب. تقدروا تخدموا بالحليب عادي يا البنات، يعني ما كاش فيها حتى حرج، يعني موالف نديرها بالحليب تجي بيان يعني هايله. الوغ هنا اضفت لها نص كاس حليب. دونك واش استعملت كاس حليب ونص كاس كريم فريش. انا كي شفت يعني الكميه قليله اضفت لها نص كاس تاع الحليب عليها، يعني قسمتهم بهذه الطريقه. مع الاول درت نص يعني نص حليب ونص كريم فريش، من بعد اضفت نص الحليب. جبت هاد يعني المستطيل تاع الفرomاج شيف، تقدروا ديروا المثلثات، تقدروا ديروا هذاك الجبن الكريمي، وخليتهم يعني قعدت نخلط فيهم من جهه. وكي شفت الماء هذا يعني خلاص راه بدا يغلي، جبت هاد الكانيلوني دخلتهم هكذا في الماء اللي يغلي، يعني كما راكم تشوفوا خليتهم بعض الدقائق، يعني تقريبا واحد 4-5 دقائق با بلوس. هنايا من جهه واحده اخرى كنت خليت شويه طماطيش مقبيله، اضفت لها يعني هذه صوص الطماطم كانت عندي ديجا واجده طيبه في الفريجيدير. نجيب المول تاع الكغاتان، نفرغ هذا شويه صوص طوماط، شويه يعني هاد لاصوص تاع الفرomاج ولا البيشاميل. انا نخلطهم يعني بين زوج نتحصلوا على صوص بلونش بهذه الطريقه. نخلطهم مليح. نتوما حاولوا ديروا شويه يعني صلصه اكثر من هكذا، يعني انا كانت جاتني جوس. هنا دوكا الحشو تاعي راه طاب بهذه الطريقه راكم تشوفوا، يعني ما تبانش فيه البصل، ما يبان فيه الكورجيت، البنه تاعو روعه. هامليك يعني الكانيلوني تاعي راكم تشوفوا مازالهم حاكمين رواحهم، يعني انا ما كثرتش اكثر من 5 دقائق، ما يعني با بلوس. دوكا نبداو نعمروهم، يعني نعمروهم غير بالعقل بملعقه صغيره. حاولوا تعمروهم داخل هكذا داخل المول باش هذاك اللي يطيح كامل يقعد داخل المول برك، ما تقدروش تعاودوا يعني تعمروا. تحاولوا تعمروهم يعني مليح. قلت لكم ما تطيبوش يعني هذاك الكانيلوني بزاف، سينو ما تقدروش تعمروه من بعد يعني يتفتت، خاصه ان يعني الانواع اللي راهي موجوده في السوق تمتم طيب. الكوشه تاعي ديجا راني سخنتها كنت بديت طيبت هذيك يعني الكيكه تاع الشوكولا. فوالا دوك نعمرهم كامل، نسقيهم بصوص طوماط ونزيد لهم هذاك لاكريم تاع الفرomاج، يعني الخليط تاع البيشاميل كريم فرomاج، يعني نسقيهم مليح. ندخلهم للكوشه تقريبا يعني 10 دقائق ما تفوتش، يعني لانها كل شيء طايب، غير هذاك يعني لاباط برك تاع الكانيلوني تزيد طيب شويه، يعني الحشو راه طايب، لي صوص راهم طايبين. دونك 10-15 مينوت ماكسيموم تخرجوهم من الكوشه يكونوا واجدين. انا الفرomاج درتو فيما بعد، درت لهم يعني باش يذوب برك، كنت خرجتهم
درت لهم شويه فرomاج رابي، عاود دخلته للكوشه يعني غير باش يذوب لنا هذاك الفرomاج. فوالا كنت كذلك رافقت هذا الطبق باسمو بالانسوب، يعني راني نكمل كاع واش كاين في الفريجيدير باش نشري خضره يعني جديده. دونك هذيك الخضر كامل راني نديرها يعني دي سوب. درت هاد لا سوب تاعي تاع اليوم بالبروكولي، يعني الكثير ما يستعملش هذاك البروكولي اللي هو هذاك النوع من انواع يعني كيما نشوف لا هذاك الاخضر. بروكولي يجي بزاف بنين. اليوم درت لا سوب تاعي بالبروكولي. كذلك درت اون سالاد فاريي، يعني هذيك دائما كاينه في الطابله. فوالا كيما راكم تشوفوا يعني دوك هنايا نسقيه بيان. حاولوا يعني تكثروا شويه صوص طوماط، انا كنت دايره 2 اطباق دونك شحيت شويه على لاصوص تاعي هنايا، مي نورمالمون يعني تغطيوها مليح بلا صوص طوماط. تزيدوا لها لا كريم هذه تاع الفرomاج من الفوق، تجي خفيفه يعني ما تجيش كيما صوص بيشاميل. راكم تعرفوا لاصوص بيشاميل تجي شويه يعني ثقيله، هذه نو هذه تجي يعني خفيفه وتجي بزاف بنينه بالفرomاج هذاك. هاي ليك دوكا درت لها الفرomاج، عاد رجعتها للكوشه غير يعني 2 دقائق داب لي هذا الفرomاج خرجتها صايي. جا بزاف بنين هذا الطبق، يعني يحبوه بزاف الاطفال. كما قلت لكم ديروه بالدجاج، ديروه بالسكالوب تاع الدند، يجي يعني ميم بالخضر برك، يعني اللي ما عندوش كامل يدير خضر ويكثر الفرomاج داخل يجينا بنين يعني هايل. فوالا دوك واش نقول لكم، نقعد لي يعني غير نقول لكم اذا عجبكم الاطباق تاعي اليوم ما عليكم غير تشجعوني يعني اخواتي بالجام، تبارطاجيو هاد لي فيديو، كذلك تخلوا لي تعليق ايجابي. هاي ديك لاطارت تاعي وريتها لكم يعني في البدايه، ودوك راني نكملها يعني هنايا يعني تشوفوها كامل. فوالا نتمنى تنال الاعجاب تاعكم، تجربوها ما راكمش رايحين تندموا، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.